خمن اسم النبي. من النبي الذي قام ببناء السفينة بأمر من الله؟ هل هو نوح عليه السلام، أم إدريس عليه السلام، أم إبراهيم عليه السلام؟ الإجابة هي نوح عليه السلام. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة. خمن اسم النبي. من هو النبي الذي قام بتحطيم الأصنام؟ هل هو إبراهيم عليه السلام، أم إدريس عليه السلام، أم نوح عليه السلام؟ الإجابة هي إبراهيم عليه السلام. إذ كانت إجابتك صحيحة دوس لايق. خمن اسم النبي. من هو النبي الذي انشق له البحر بعصاه؟ هل هو موسى عليه السلام، أم يوسف عليه السلام، أم إسحاق عليه السلام؟ الإجابة هي موسى عليه السلام. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة. خمن اسم النبي. من هو النبي الذي ألقاه قومه 40 يوما في النار، ولكن الله أنقذه؟ هل هو إبراهيم عليه السلام، أم إسحاق عليه السلام، أم يوسف عليه السلام؟ الإجابة هي إبراهيم عليه السلام. إذ كانت إجابتك صحيحة دوس لايق. خمن اسم النبي. في أي عام ولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في عام الفيل، أم في عام النمرود، أم في عام الغزو؟ الإجابة في عام الفيل. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة. خمن اسم النبي. من النبي الذي انشق له القمر بأمر من الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أو إبراهيم عليه السلام، أو إدريس عليه السلام؟ الإجابة هي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ كانت إجابتك صحيحة دوس لايق. خمن اسم النبي. من هو النبي الذي قام ببناء الكعبة الشريفة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أو إبراهيم عليه السلام، أو إدريس عليه السلام؟ الإجابة هي إبراهيم عليه السلام. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة. خمن اسم النبي. السؤال هو: من أين ستشرق الشمس يوم القيامة؟ هل من الشرق، أو من الجنوب، أو من الغرب؟ الإجابة هي ستشرق من الغرب. إذ كانت إجابتك صحيحة دوس لايق. خمن اسم النبي. ما هو المكان الذي أوي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة هي غار حراء. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة. خمن اسم النبي. من هو النبي الذي ولد في مصر؟ هل هو يوسف عليه السلام، أم موسى عليه السلام، أم إدريس عليه السلام؟ الإجابة هي موسى عليه السلام. إذ كانت الإجابة صحيحة، اشترك في القناة.